السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. القمه المصريه او كلاسيكو العرب زي ما الجمهور المصري سماه، المباراه ما كانتش على المستوى الفني في الشوط الاول، يعني كان في ميس باص كتير في نص الملعب وفي حنكشه كتير من اللعيبه وتمريرات خاطئه، يعني الشوط الاولاني ما كانش على مستوى الفرقتين. انا ما اتفاجئتش من اداء الزمالك امبارح في الشوط الثاني، ما اتفاجئتش خالص. او في الشوط الاول برضو الزمالك كان بيقدر يعمل تمريرات كتير في نص الملعب وبيقدر يعمل يعني تجمعات للعب. بيسيرو انا كنت متابعه مع منتخب نيجيريا وعارف ان هو مدرب كويس جدا، مدرب بيعرف ازاي يحرك لعيبته في الملعب، وكان حتى مع الاهلي في ال 12 ماتش اللي لعبهم مع الاهلي كان بيقدر يعمل ده. الزمالك امبارح هو انا من وجهه نظري هو الافضل في المباراه، لان اللعيبه او الخطوط بتاعت لعيبه الاهلي اقوى من لعيبه الزمالك، فالطبيعي او اللوجيك يعني ان الاهلي هو اللي يبقى متفوق في المباراه. لا، الزمالك اللي عمل العكس، الزمالك تفوق وفاجئ الناس كلها. بس انا ما كنتش متفاجئ من اداء الزمالك، لان انا توقعت ان الزمالك هيلعب بنفس الروح ديت وبنفس التكتلات الدفاعيه والتنقلات الهجوميه، والخطوط كانت قويه جدا امبارح. من اللعيبه اللي عجبتني جدا امبارح بنتايج دوت لعيب كويس جدا. نفس طريقه لعب احمد فتوح، يعني احمد فتوح كان نفس طريقه اللعب في الهجوم، ويلم لجوه ويعمل العرضيه اللي هي لتحت مش العرضيه العاليه. انا بيعجبني قوي لعيب بنتايج امبارح في المباراه. النادي الاهلي امبارح امام عاشور برضو عمل كوره بالشمال جت في العارضه، لو كانت جت في هدف في اول المباراه كانت فتحت المباراه وغيرت سير اللقاء اصلا امبارح. انا ده يعني انا بلوم على لعيبه الاهلي وكولر بالمناسبه بحس ان هو مدرب عنده حرص شويه او بيقلق شويه من المباريات الكبيره، يعني مباريات كتير بينزل تحت بيلعب بيقفل خطوطه. يعني امبارح من الحاجات اللي كانت مفاجاه في التشكيل بالنسبه لي اكرم توفيق مكان محمد هاني، ونبيل كوكا مكان كريم الدبيس. وكريم الدبيس بقاله 4-5 ماتشات متألق وبيصنع اهداف ولعيب جيد جدا، بدليل ان انت ما كنتش عايز تقيد علي معلول بسبب تألق الدبيس، ولعب على يحيى عطية الله، ويحيى عطية الله مصاب. يعني انت فين؟ طب انت اقنعني، انت كمدرب اقنعني ان انت ازاي مش عايز تقيد لعيب بسبب تألق لعيب، وما يجي اللعيب ده مباراة مهمة ومباراة ديربي وقمة ما تلعبوش وتلعب لعيب تاني عشان يقفل لك الدفاع. وانا بشوف ان احمد كوكا مش جيد جدا برضه في الدفاع، يعني لعيب مش على نفس المستوى الدفاعي لعلي معلول او يحيى عطية الله يعني. فانت كنت ممكن تحط كريم الدبيس، وفي اخر المباراه في اخر 10 دقائق لما غير اسامه ابو علي وكريم الدبيس، نزل كريم الدبيس وينج هناك مكان حسين الشحات، يعني ما لعبوش في الباك ليفت مكانه اصلا، لان نزلوا وينج مكان حسين الشحات وساب كوكا في الباك ليفت. يعني ده دليل برضو ان انت ما عندكش قناعه بيه مثلا في الباك ليفت، او خايف تلعبه في المباريات الكبيره. محمد هاني، انا بشوف ان محمد هاني احسن باك يمين جه في الاخر 10 سنين او 15 سنه في الدوري المصري اصلا. انت ازاي بتلعب اكرم توفيق على حسابه؟ واكرم توفيق امبارح كان في واحده كسل يرجع مع بنتاج في الكره العرضيه. بدايه الخطا من الباك ليفت كوكا في التغطيه هناك مع اللعيب عمر جابر، بس كان اكرم توفيق قريب لبنتاج، لو حط رجله في الكره كتم رجله في الكره ما كانش بنتاج هيحطها بالارتاحيه ديت، ده هو والجون فاضي. وعدت برده خطا من محمد الشناوي معديها من تحت ايده. ففي الجون اللي دخل في الاهلي فيه اخطاء كتيره من لاعيبه الاهلي، اخطاء مشتركه. اما الجون اللي جه في الزمالك بن شرقي سجل برده، هي بدايه انطلاقه لعيب جديد في النادي الاهلي او لعيب كبير. هو بن شرقي مش شرط ان هو ياخد 5-6 مباريات عشان يحط رجله في الفرقه او ياخد على اجواء الدوري المصري، لا هو لعيب كبير جدا من ايام ما كان في الزمالك وهو واخد على الدوري المصري وكانت برضو يعني الحاجه اللي عجبتني ان هو بيحتفل، ما دخلش نفسه بقى في حته ايه ان انا رايح احتفل قدام جمهور الزمالك واستفز الجمهور وانا دلوقتي في الاهلي ونجم الفريق وسجلت جون في الزمالك والحاجات دي كلها. لا، ما اعتقدش ان هو من اللعيبه ديت، لعيبه هادي، وده دليل على نجاح اللعيبه. يعني اللعيب زي زيزو مثلا مع الزمالك ده ان هو ناجح
لان مش بيروح يستفز جمهور الاهلي، لا، لعيب بيلعب بامكانياته، بيلعب على قد قدراته الفنيه، بيسجل اهداف، بيصنع الفرق، فبيجبر الجمهور ان هو يحبه او مقتنع بيه ان هو لعيب كوره. مش لازم بقى احط التاتش بتاعي او الحنكشه بتاعتي ان انا اروح بقى استفز الجمهور وانا الجامد وانا العضلات والكلام ده كله. لا، بن شرقي مش كده. من الحاجات برضو اللي لفتت نظري في المباراه امبارح ان بيسيرو مهاجم لعيب مدرب عايز جمله مفيده. انا شايف ان هو لو اخذ العناصر اللي هو هيحتاجها في الميركاتو الجاي، لو كمل يعني للميركاتو الجاي، انا شايف ان هو هيخش في منافسه قويه في السنين الجايه مع الاهلي وبيراميدز، وهيتعب الفرق قوي وهياخد بطولات وهيحقق مراكز عاليه في افريقيا وهيرجع تاني يلعب في دوري ابطال افريقيا. انا شايف ان هو مدرب جريء جدا وعنده جرينتا بتاعه المدربين البرتغاليين اللي هو مش بيخاف من حد. مانويل جوزيه كان بينزل يلعب مع فرادس، مين فاكر فرادس، او مع الصفاقسي التونسي في نهائي افريقيا جون محمد ابو تريكه، كان نازل بيهاجم الفرقه في ملعبها في وسط جمهورها. بيسيروا من النوعيه ديت. كولر مش من النوعيه ديت. كولر عايز يلعب تكتيك فني هادي في الملعب، مش عايز الحماس والجرينتا والكلام ده كله، لا مش بتاعته. عايز يلعب فني، يحرك اللعيبه، مش عارف ايه التكتيك بتاعه، انزل كومباكت تحت الكوره، اطلع هجمه مرتده، مش عارف ايه، هو كده كولر. فانا كنت شايف ان لو كولر زود الهجمات بتاعته اكتر، عمل كونتر اتاك بشكل سريع، امام عاشور سريع جدا مع حسين الشحات مع جراديشار بالمناسبه لعيب قوي جدا، بيصنع اهداف وبيتحرك، عاجبني تحركاته في الملعب على الوينج يمين والوينج شمال، وفي قلب يعني امبارح كان اتنين من اقوى المساكين في الدوري المصري بيلعبوا عليه، الونش وحسام عبد المجيد، كان بياخد كل الكور العاليه منهم وكان بيستلم تحت ضغط منهم وكان بيتحرك، وهو اللي صنع الهدف بتاع بن شرقي. يعني انا بشوف لعيب كتحركات في الملعب لعيب جيد جدا. فدي كانت كل الحنكشه بتاعتنا عن ماتش القمه، واتمنى تشوفونا في فيديوهات جايه كتير. كان معكم حازم عبد المقصود، شكرا.